مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: تعليمات ملكية عاجلة بخصوص المساجد في المغرب. قبل الدخول في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والآن إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أمير المؤمنين محمد السادس تفضل فأمر بفتح عدد من المساجد في وجه المصلين مع بداية شهر رمضان المبارك. ويتعلق الأمر ب 157 مسجدا تم تشييدها أو إعادة بنائها أو ترميمها سواء من طرف الوزارة أو من طرف المحسنين. ووفق البلاغ الرسمي فقد توزعت هذه المساجد على الشكل التالي: 95 مسجدا تم تشييدها حديثا، 42 مسجدا أعيد بناؤها، 8 مساجد أثرية خضعت للترميم، 11 مسجدا تم إصلاحها. وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه المساجد حوالي 160 ألف مصل ومصلية بكلفة مالية إجمالية بلغت 647 مليون فاصلة 3 درهم. وفي سياق متصل أذن كذلك بفتح مسجد محمد السادس ومرافقه بمدينة نجامنا عاصمة تشاد في خطوة تعكس البعد الروحي والديني للمملكة على المستوى الإفريقي. كما تفضل جلالة بإطلاق اسم الجلالة الشريفة على المسجد الكبير بحي السلام بمدينة أكادير، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 3600 مصل ومصلية بكلفة مالية قدرها 62 مليون فاصلة 5 درهم. إذن تعليمات ملكية تقضي بفتح 157 مسجدا جديدا أو معاد بناؤه أو مرمما مع بداية رمضان بطاقة استيعابية كبيرة تصل إلى 160 ألف مصل وكلفة مالية تفوق 647 مليون درهم، إضافة إلى افتتاح مسجد محمد السادس وتسميات جديدة لمسجد كبير بأكادير. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا على حسن المتابعة، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أولا بأول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.